بنرحب بكم مشاهدينا وبنستكمل حلقاتنا عن شهر رمضان وحكايات شهر رمضان وضيفنا كالعادة في هذا الشهر الكريم الراوي إبراهيم بن علي. برحب بيك. مرحب بحضرتك ومرحب بالساده المشاهدين. أستاذ إبراهيم، يمكن بنتكلم على مظاهر الاحتفال بشهر رمضان عبر العصور، بتختلف وبتتميز من مكان لمكان، لكن يبقى دايما إن في مصر رمضان بيبقى شكل مختلف، ومظاهر رمضان في مصر ليها روح مختلفة ميزتها عن كل يمكن الدول العربية والإسلامية. وأي حد بيجي يحضر شهر رمضان عندنا بيقول إن رمضان روحه مختلفة. لو نتكلم على بدايات الاختلاف في شهر رمضان في مصر، كان يمكن دايما بيقال ان مصر الفاطميه حطت كده بعض الملامح اللي احنا لغايه الان ماشيين عليها، وهي اللي بتميز شهر رمضان في مصر. ده صحيح؟ صحيح، الكلام ده صحيح جدا، لان الخلفاء الفاطميين كانوا بيحبوا جدا ان هم يتقربوا للشعب المصري في هذه الفتره من خلال الطقوس اللي كانت بيتم ادائها في شهر رمضان. الطقوس دي كانت كتيره جدا، المأكولات والمشروبات والهدايا والاحتفالات اللي كانت بتتم في قلب مدينه القاهره وخارج مدينه القاهره في مدينه الفسطاط. فكان ده جزء من التقرب الخلفاء للشعب في هذه الفتره. يمكن كمان الاحتفال كان بشهر رمضان قبل قدومه، وكان في بعض الطقوس اللي نحب نعرفها من حضرتك. كيف كان الأمر بيبدو قبل شهر رمضان؟ طيب، جميل جدا. بما ان احنا فتحنا الموضوع ده، هنتكلم بقى عن جزء مهم جدا وحكايه مؤكده وروايه تاريخيه مؤكده عن الفاطميين في هذه الفتره، الا وهي ما عرف باسم ليالي الوقود. ليالي الوقود هنلاقي ان هي كانت ليالي مباركه جدا لدى الفاطميين، وكانت ليالي تتميز بالسخاء الشديد في المأكولات، وتتميز بالعطاء، وان الفقراء في هذه الفتره في هذه الليالي كانوا بيحصلوا على كثير جدا من الطعام في هذه الفتره. الليالي ديت اللي هي ليله اول رجب ونص رجب واول شعبان ونص شعبان، كان في احتفال كبير جدا عرف باسم ليالي الوقود، لان كميه الشموع اللي كانت بتقاد في هذا الاحتفال كانت ضخمه جدا. فكان بيحصل ايه؟ كان الشيوخ الفقهاء وعوام الشعب يجتمعوا تحت بيت قاضي القضاة، ويبداوا ان هم ينتظروه حتى قدومه. فبيلبس هدومه، بيبدا ان هو ينزل في الشارع، ايوه، وياخد الدبه بتاعته، وتحيط بقاضي القضاة الشموع الضخمه، 30 شمعه من كل جهه وهو ماشي في مدينه القاهره. فبعين الخيال كده نتخيل مدينه القاهره، الموكب الضخم، الموكب اللي بيتميز بكل التدين الموجود في هذه الفتره. ويبداوا ان هم يجتمعوا حوالين القاضي القضاة، والشموع تحيط به، وكل من يستطيع حمل شمعة يستطيع حملها ويسير في هذا الموكب حتى يذهبوا إلى قصر الخليفة الفاطمي اللي بيطل عليهم ويرحب بيهم، ويبدأ يعطيهم الهدايا ويعطيهم العطايا. وبعد كده يبدأوا يتجهوا إلى المساجد التي فيها أعضاء آل البيت الشريفة. السيدة نفيسة، سيدنا الحسين، السيدة زينب، ويبدأوا ان هم يصلوا في كل مسجد من هذه المساجد ركعتين، والموكب محيط بقاضي القضاة في هذه الفترة. ويبدأ يذهب إلى جامع عمرو كمان ويبدأ يصلي فيه ركعتين. وبعد انتهاء هذا الموكب يبدأ ان هو يعطيهم أموال ويعطيهم كثاوي، يعني ملابس، ويبدأ يعطيهم مأكولات. في هذه الفترة كانت ليالي الوقود من أعظم الليالي التي تتمتع بالكرم وبالخير، خاصة للفقراء في هذه الفترة، بينتظروا. وكانوا بينتظروها بشغف شديد. أول ليلة من رمضان كانت ليلة مميزة جدًا في هذا العصر، وارتبط دايمًا مدفع رمضان بأول يوم من أيام رمضان. ويمكن يعني زي ما قريت إن هو كان بالصدفة البحتة تم يعني تثبيت هذا الطقس. نعرف بقى الحكاية من حضرتك، وإزاي إيه أول يوم أو إيه حكاية مدفع رمضان؟ صحيح، احنا عندنا طبعا الروايات التاريخيه المرتبطه بمدفع رمضان روايتين. هنلاقي ان اولا الحكاوي المرتبطه بالتاريخ الاسلامي في رمضان كتيره جدا واستمرت على مدار عصور مختلفه. هنلاقي مثلا على سبيل المثال ان في العصر المملوكي كان عندنا احد سلاطين دوله المماليك اسمه السلطان خوش قدم. خوش قدم اللي نقدر ان احنا نقول الترجمه بتاعتها قدم السعد. واتحولت بعد كده لحوش ادم. فهنلاقي ان هذا السلطان لحد الان ما زال موجود، حوش ادم في منطقه الغوريه. فهنلاقي ان هذا السلطان خوش قدم قرر ان هو يعني كان بيجرب مدفع من المدافع في شهر رمضان.
وهذا الامر صادف انه كان في الفتره الخاصه باذان المغرب. فطبعا الكلام ده كان بيتم في القلعه، والقلعه في هذه الفتره كانت مقر الحكم، وكان بيتجمع حواليها بيوت الارستقراطيه والامراء وكبار رجال الدوله والتجار وهكذا. فصادف في هذه الفتره ان اثناء تجريب هذا المدفع الناس اعتقدوا ان هذا كان اشاره الى بدء الافطار في هذه الفتره. فبعد الفطار اتجمعوا حول القلعه، والسلطان اتبسط جدا بهذا الامر، وقرر ان هو هذه تكون عاده تستديم طوال شهر رمضان، واستمرت هذه العاده حتى يومنا هذا. دي الروايه التاريخيه الاولى. الروايه التاريخيه الثانيه بتقول ان في عهد الخديوي اسماعيل احد الحكام اللي حكموا في عهد اسره محمد علي، حصل ان طلبت منه بنته فاطمه هانم ان هي يتم يعني عمل يعني طقس معين او اشاره معينه تنبه الناس الى قدوم وقت الافطار. فاتولدت في فكرها وفي ذهنها فكره المدفع، ومن هنا ما قدرش طبعا الخديوي ان هو يزعل بنته فاطمه هانم الاميره فاطمه بالظبط في هذه الفتره، وقرر ان هو يعمل هذا الطقس. ولحد يومنا هذا المدفع اللي موجود في قلعه صلاح الدين ما زال معروف باسم مدفع الحاجه فاطمه، نسبه الى بنت الخديوي اسماعيل الاميره فاطمه. بقى هذا الطقس مرتبط برمضان في على مر العصور، ويمكن ما بقاش بس في القاهرة، لكن كمان يعني انتقل إلى معظم المدن المصرية ومعظم المحافظات المصرية، وكان بيتم في كل محافظة أو كل بلدة باختيار مكان لوجود مدفع رمضان، وكان ليه ناس معينة مختصة في هذا الشهر الكريم إن هي تضرب المدفع ساعة أذان المغرب. اذان المغرب كلام سليم جدا، وعايز اقول لحضرتك ان الكلام ده حصل بالفعل من 3 سنين تقريبا لو انا ذكرت قويه يعني، ان تم يعني اتخاذ قرار ان يتم عوده مدفع رمضان مره اخرى، اعتقد تقريبا 2021. وبالفعل تم عمل صيانه كامله للمدفع اللي موجود في القلعه، وتم اطلاقه بالفعل، واستمرت هذه العاده وعادت للحياه مره اخرى. وده دليل على مدى تمسكنا بالعادات والتقاليد الخاصه بتراثنا الحضاري في الفتره الاسلاميه. يمكن برضو نرصد ملمح من ملامح الحياة الرمضانية المختلفة دي، ان هذه العادة برضو انتقلت للأطفال، وان كان كل واحد فيهم بيخترع مدفع خاص بيه ويحاول يواكب هذا الطقس اللي هو مدفع رمضان، هو كمان يعمل المدفع الخاص بيه عشان اللي ما سمعش المدفع الكبير يسمع اسمع المدفع الصغير بتاعه. ودي طبعا كانت دي كانت مظاهر فرحه لدى الاطفال، وكلنا عملناها واحنا صغيرين. انها عباره عن مدفع صغير بسيط من القضيب من الحديد ملتف، وبيبدا يتحط فيه بارود اللي هو الكبريت يعني، ويبدا يتم اطلاقه مع قدوم اذان المغرب. ودي كانت طبعا ما بشجعش بيها الاطفال في الوقت الحالي، لان دي وسيله ممكن تاذي الطفل، فبالتالي ما بحبذهاش بالنسبه للاطفال. لكن كشكل تاريخي بالظبط صحيح ان الموروث التاريخي تم توريثه حتى وصل الى الاطفال بهذا الشكل. فدي فده شيء يحسب ليهم ان هم او لينا ان احنا بنوصل هذا التاريخ.
مظاهر الاحتفال في هذا العصر بقدوم شهر رمضان انتقلت للأطفال بشكل مبهج آخر، وهو موضوع فانوس رمضان، وده كان برضو من الطقوس والتقاليد الجميلة في هذه الفترة. والأطفال كانوا بيحتفلوا، مش هم فقط، لكن كل البلد وكل المناطق كانت بتحتفل عن طريق فانوس رمضان. صحيح صحيح. اولا عايز بس اوضح للساده المشاهدين ان فانوس رمضان، اولا الفوانيس كانت بتستخدم في الفتره اليونانيه وفتره صدر الاسلام كوسيله مصدر للاضاءه. إضاءة. بالظبط، وسيله اضاءه، وسيله بسيطه جدا الناس بتستخدمها عشان بالليل وانا طالع استخدم الفانوس بتاعي او احطه على مدخل الدار الخاص بيا. فهنلاقي في الفتره الفاطميه تحديدا اول فتره تم استخدام فانوس رمضان فيها 15 رمضان، في الفتره الخاصه بالدوله الفاطميه، تحديدا سنه 362 هجريا 972 ميلاديا. في الفتره ديت هنلاقي ان كان الخليفه الفاطمي المعز لدين الله قادم من بلاد المغرب. وعايز اقول لحضرتك ان قدوم الفاطميين في هذه الفتره كان انتقال كامل من بلاد المغرب الى مصر، لان بدايه دخولهم لمصر في هذه الفتره كان لم يكن مجرد توسع، ولكن كان انتقال كامل للسلطه. ففي هذه الفتره تم تجهيز القصر الخاص بالخليفه المعز لدين الله، وتم نقل حتى رفات اجداده، نقلها في قوارير من الذهب واتدفنت في تربه عرفت باسم تربه الزعفران في هذه الفتره. عايز اقول لحضرتك ان طبعا استقبال المصريين الحافل بالخليفه في هذه الفتره والحشد اللي تم عمله من اجل استقباله، بداوا ان هم يستخدموا الفوانيس لبدايه الترحيب به ليلا. فده كان يوم 15 رمضان، وبالفعل استمرت هذه العاده طوال الفتره الخاصه بشهر رمضان في عهد الخليفه المعز لدين الله، واصبحت عاده من عادات الشعب في هذه الفتره ان هم يخرجوا بالفوانيس في الفتره المسائيه ويبداوا ان هم يحتفلوا بهذه العاده، واستمرت حتى يومنا هذا. وما زال حتى الان هناك شارع الفوانيس، شارع تحت الرابعه عندنا في القاهره الفاطميه القديمه، ما زال حتى يومنا هذا بيبيع الفوانيس مع قدوم شهر رمضان، لدرجه ان احنا ما نقدرش نمشي فيه اثناء فتره رمضان من كتر الزحام ومن كتر اقبال الناس عليه في ان هم يشتروا الفوانيس بمختلف انواعها. في ما زالت فوانيس قديمه بتتباع بنفس الطراز القديم اللي كان موجود في هذه الفتره. عايز اقول لحضرتك ايضا في الفتره الفاطميه في عهد الخليفه الفاطمي الحاكم بامر الله، هذا الخليفه كان غريب الاطوار، وكان جدا جدا كان عليه اقوال كتير وكان عليه اراء كتيره كانت مرتبطه بهذه الفتره، ان هو حرم خروج النساء من المنازل. ودي كانت حاجه غريبه جدا ان هو يقوم بهذا الفعل. مش بس كده، ده كمان حرم على الاسكافيه صانعي الاحذيه ان هم يصنعوا الاحذيه للسيدات، عشان ما يطلعوش من البيوت. بالظبط. فنلاقي في هذه الفتره كان في استثناء في شهر رمضان. طيب الست لو خرجت بالليل كان لابد ان يوجد طفل وغلام يمسك فانوس ويبدا ينور لها الطريق بالليل. ليه بقى؟ عشان الرجال الذين يجلسون في الطرقات لا يسترقون النظر اليها، يعرفوا ان في صحيح في ست ماشيه في الشارع وفي فانوس قدامها، معنى كان في واحده وراها، فبالتالي لا يجرؤ اي حد ان هو يسترق النظر اليها او ينظر اليها باي شكل كان. عادات جميلة، ومتهيألي كمان الملامح دي لو يعني ممكن نلاقي برضو ملامح تانية يا أستاذ إبراهيم تميز هذه الفترة. طبعا طبعا احنا عندنا ملامح كتيره جدا، ابرزها ما تعلق بالخلفاء الفاطميين انفسهم. الخلفاء الفاطميين كانوا اولا بيعملوا موكب ضخم جدا بيطوفوا في مدينه القاهره، وبيبدا طبعا انا عايز احرق مدينه القاهره في هذه الفتره كانت خاصه بالخلفاء الفاطميين وما جاء معهم من القبائل المغربيه، قبيله كتامه على الاخص وقبيله زويله، ولم يكن يسكنها المصريين. كان الخليفه بينزل مطمئن لان اتباعه من هو محبوب وسطهم، فلم يكن يخاف على نفسه ولا يخشى على نفسه، فكان يسير في شوارع القاهره في موكب كبير جدا، وهذا الموكب ينتهي في قصر الخليفه اللي هو حاليا معروف باسم شارع بين القصرين، لان كان هناك قصر الخليفه الفاطمي المعز وقصر اخر بناه ابنه العزيز بالله. وعندما يصل الى القصر كان يوزع العطايا والهدايا على الامراء على الاخص، فكان بيديهم طبق من الحلوى، وفي قلب هذا الطبق سره من الدنانير الذهب، بالاضافه الى الكساوي اللي كانت بيتم وضعها في طبعا تحت تصرف الامراء والوزراء في هذه الفتره. مش بس كده، عايز لحضرتك طبعا ارتبط الامر بالمأكولات. عندنا القطايف كانت منتشره بشكل كبير جدا في هذه الفتره. عندنا كمان فكره المسحراتي اللي بعض الاراء بتقول ان ارتبطت فكره الفوانيس ايضا بيه.
وهنلاقي ان الاطفال الصغيرين كانوا بيطوفوا حوالين هذا المسحراتي ويبداوا ان هم يصحوا الناس. بعض الخلفاء كانوا بيبعتوا بعض الافراد مخصوص عشان يدقوا الابواب ويبداوا يصحوا الناس في هذه الفتره. هنلاقي كمان من ضمن الحاجات المهمه عاشوراء، في فتره عاشوراء ايضا، حتى ما بعد رمضان وهكذا ارتبط ايضا بالفتره الفاطميه، بنتكلم في نفس السياق المرتبط بالدوله الفاطميه بالظبط. فكثير جدا من العادات والتقاليد المرتبطه بالمأكولات كانت مخصصه للدوله الفاطميه على الاخص. وهرجع واكرر كلامي ان هذا كان نوعا من التقرب من الشعب في هذه الفتره. تقرب لان هم كانوا في بدايه وجودهم في يمكن الشعب المصري هو شعب ودود وكل حاجه، بس برضه بيبقى عنده بعض التحسس من القادمين عليه. فهم كانوا بيحاولوا يتقربوا ليه بكافه الطرق او بالاحتفالات المشتركه او بالهدايا والعطايا عشان يكسبوا وده ويكسبوا ثقته ويقدروا ان هم يحكموه يعني ده سؤال ممتاز، ده سؤال ممتاز جدا جدا، وانا حبيته بصراحه. ليه بقى لان بمنتهى البساطه الدوله الفاطميه كانت تعتنق المذهب الشيعي. وهنلاقي ان في هذه الفتره الفاطميين جاءوا لاول مره الى مصر، ومصر كانت تحت حكم الخلافه العباسيه وكانت دوله سنيه، ولم يكن هناك على الاطلاق اي نوع من انواع التقبل للمذهب الشيعي ولا دعاه للمذهب الشيعي في هذه الفتره. فنلاقي ان حتى في هذه الفتره كان الخلفاء الفاطميين يحاولوا يبعثوا دعاه ليهم عشان يمهدوا لهم الطريق، فلم يكن لهم اي قدم داخل مصر في هذه الفتره. فنلاقي ان الشعب غير متقبل للمذهب الشيعي وغير متقبل للفقه الشيعي، وعشان كده الفاطميين بنوا لنا الجامع الازهر عشان يكون هو بوق الدعايه الخاص بيهم. فايه التقرب بقى من الشعب؟ يبدا ايه؟ ابدا اظهر له مظاهر الكرم، مظاهر ان انا ببدا ان انا اتقرب منك، ببدا ان انا نفس العادات والتقاليد واخلق له عادات وتقاليد تحببني فيه. ايه اكتر من ان انا اديك هدايا، اديك اموال، اديك مأكولات، بشهر رمضان واحتفل بشهر رمضان. وعايز حضرتك بقى في حاجه في شهر رمضان كان مهمه جدا، ان شهر رمضان في الدوله الفاطميه لم يكن هناك استطلاع لهلال رمضان. كان شهر رمضان 30 يوم، 30 يوم في جميع الاحوال 30 يوم، ولم يكن هناك على الاطلاق فكره ان استطلاع هلال رمضان، لدرجه ان القائد جوهر الصقلبي المشهور بالصقلي، المشهور بالصقلي الصقلبي، ممكن نبقى نحكيها برضو للناس بعد كده، ان هو وجد ان مدينه الفسطاط كانت يعني الفقهاء والقضاة فيها بيستطلعوا هلال رمضان. ففي هذه الفتره غضب شديد جدا وقرر معاقبه كل من يقوم بهذا الفعل، لانها لم تكن من ضمن العادات الموجوده في الدوله الفاطميه في هذه الفتره. فبالفعل هنلاقي ان دي من ضمن العادات اللي لم يكن هناك استطلاع لهلال رمضان. رمضان كان 30 يوم، كان 30 يوم بالظبط. وطبعا تغير الاذان الى من حي على الفلاح الى حي على خير العمل، ودي برضو كانت من ضمن الحاجات اللي كانت الغريبه جدا، وبدات ان هي تنفر الناس من الدوله الفاطميه. كان طبعا الناس متعوده على مدار مئات السنين ان هم الاذان بصيغه معينه. صحيح. فتغيير الاذان طبعا كان اجبار، لم يكن اختيار. يعني من الناس ما انصاعتش للامر، بالعكس ده كان ضغط من الدوله الفاطميه من الحكام الفاطميين. بس عايز اقول لحضرتك كانوا بيمسكوا العصايه من النص ومنتهى البساطه. فكانوا العطايا والاموال والمأكولات والبحبوحه في العيش زي ما بنقول يبداوا ان هم يكتسبوا ثقه وتأييد الناس في هذه الفتره. شكرا جدا استاذ ابراهيم، واسمح لنا نستكمل ان شاء الله حكايات رمضان في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا لحضرتك. Thank you.